العسل غادي نقدموا به واحد الخبز اللي هو عباره عن خبز مضفر، ضفيرات ديال الخبز بالعسل. هذا الخبز هائل والاخوه ترى ربما شافوني درت واحد الطريقه قبل، ولكن طريقه مغايره، غير هما راه شافوا على القنوات اللي كندوز فيها هذا الشيء هذا. دونك غادي ناخذ واحد 50 غرام. شافوه في برنامج صباحيات على دوزام، وكنحييو طبعا كل الطاقم ديال البرنامج الجميل صباحيات على القناه الثانيه. اذا الشاف هذه كناخذ واحد 50 غرام ديال السكر. تيضحك الشاف فاجأته حيت قلت صباحيات ودوزام. كنحييو هادوك يعني زميلات ديالنا اعلاميات، كنحييهم وكلهم صديقات، لا سميره ولا ليلى ولا كل الاخوات اللي تما كنحييوهم هذا الصباح من اصوات. غير علاش ضحكت لان هذيك اللي درنا في صباحيات في شكل وهذه في شكل، يعني باش ندير واحد 50 غرام ديال السكر. اذا بدينا ب 50 غرام د السكر. اييه. واحد 15 غرام ديال الخميره. نعم. واحد 100 غرام ديال العسل. واحد 100 غرام ديال الزبده دايبه. نعم. واحد 4 ديال اصفار البيض. واحد 3 البيضات مكمولين. واحد 700 غرام ديال الدقيق عادي. شحال؟ 700 غرام ديال الدقيق عادي. 2 معالق صغار ديال الملحه. وشويه ديال اللوز مهرمش للتزيين. وواحد شويه ديال الماء على حسب الخليط اللي غادي نديرو. يكون دافي، يعني كما تنقولوا حنا عينك ميزانك. دونك تناخذوا الماء، يعني واحد شويه ديال الماء، واحد 2 عواشق ديال الماء، تنديروا معها السكر والخميره، وكنخليوها ترتاح واحد 5 حتى 6 دقائق باش تيتخلط تيتجانس وتطلع ديك الرخوه. من بعد تناخذ السكر والعسل والزبده والصفر ديال البيض و2 بيضات، كنخلطهم كلهم، كنجمعهم كاملين. نعم. وكنبقى نزيد لهم الدقيق والملحه شويه بشويه حتى كيتجمع. من بعد تنزيد عليه ديك الخميره اللي درت في السكر والماء كنحطهم في داك الخليط، وتنبقى نجمع بالماء شويه بشويه، يعني تندير واحد شويه ديال الماء تكون دافي، وتنبقى نجمع به حتى كتجمع لي العجينه ديالي مزيان، تتجمع العجينه مزيان. من بعد كنقسمهم على هاد الكويرات، وتنديرهم ضفيرات على شكل ضفيرات، كنشدهم في الراس، نزير عليهم في الراس، وكنبقى نكروازيهم، يعني كنبقى نخالفهم بحال اللي تندير الضفيره ديال الشعر. وديروا واحد الكويره صغيره وعطيوها للدراري حتى هما يضفروا معكم هاد الخبيزات. غيجيو رائعين حتى كيساليو كلها، كتجي شويه طويله. تناخذ دوك 2 البيضات، هذيك البيضه اللي بقات ليا كامله تطربها وتدهن بها الوجه، وتنلوح عليها داك اللوز مهرمش، وكنخليها تخمر واحد نص ساعه ولا حتى ساعه على حسب المكان اللي غادي يخمروا فيه ديك الحلوه هذيك الخبز. من بعد كناخذ هذيك الطاوه اللي غادي نحط فيها الخبز، راه ما خصهاش نحركوها باش تخمر. من بعد كندخلها للفران، كيكون در الفران ديجا سخون واحد نص ساعه قبل، واحد 220 درجه، وكنخليه يطيب واحد 45 حتى 50 درجه حتى كنشوف داك الخبز حمار من الفوق وعطى واحد المنظر هائل وتفتح. من بعد كنخرجوه وكنخلوه يرتاح، والخبز ديالنا موجود.